زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معاكم سامي حسن. النهارده في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن تحليل لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، اللي هي المباراة اللي هي في بداية الدوري المصري الممتاز. ونبدأ على طول بتحليل المباراة. الزمالك بدأ المباراة 4-2-3-1 بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة المرمى، باك يمين عمر جابر، باك شمال محمود بن تايك، سرد باكين الونش وحسام عبد المجيد، قدام في نص الملعب نبيل عماد دونجا 6، جنبه محمد شحاتة 8، قدامهم عبد الله السعيد 10. على اليمين جناح يمين ناصر ماهر، على الشمال جناح شمال شيكو بنزا، قدام راس حربة وحيد ناصر منسي. نيجي نتكلم الأول عن طريقة أداء نادي الزمالك في الشوط الأولاني. نادي الزمالك بيلعب 4-2-3-1. لعيبة نادي الزمالك بتطلعوا بالكرة من عند محمد صبحي، ما بيلجأوش للتشتيت. اللهم إن بيلجأ للتشتيت في حالة واحدة لما بيكون سيراميكا بيضغط ضغط مرتفع. واحنا لو بصينا على سيراميكا كليوباترا هنلاقيه في 60-70% من الشوط الأولاني كان بيضغط ضغط مرتفع لحد حارس مرمى الزمالك محمد صبحي. الزمالك بالنسبة لطلوع بالكورة كانت اللعيبة بتطلع بالكورة لما بيكون في ضغط جامد من فريق سيراميكا كليوباترا، بيحاولوا يطلعوا بالكورة. لما مفيش بيلجأوا للعب كرة طولية، وطبعا هما بيضغطوا لحد محمد صبحي على أساس يغلطوا دفاعات نادي الزمالك. طبعا هما بيحاولوا يستغلوا حتة عدم الانسجام اللي موجودة في الفريق، ويقول لك الفريق لسه في البداية ومفيش انسجام، فممكن يستغلوا كرة زي ديت ويحرزوا منها هدف. بالنسبة لنادي الزمالك بيطلع بالكرة، الزمالك ملتزم تكتيكيا. بتبص تلاقي عمر جابر في الناحية اليمين، محمود بن تايك في الناحية الشمال، شيكو بنزا في الجناح الشمال، وناصر ماهر في الجناح اليمين. عبد الله السعيد بيقسم اللعب في نص الملعب، هو اللي بيحرك اللعب وبيعمل وانتوهات. معاه نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة ملتزمين شوية بحتة الدفاعية، إلا إن محمد شحاتة متحرر شوية عن نبيل عماد دونجا اللي بيبقى ثابت مع خط دفاع نادي الزمالك. بصراحة في الشوط الأولاني ما عجبنيش من دفاعات نادي الزمالك. حسام عبد المجيد في الشوط الأولاني تحس برضك إن قراراته في تقل في الحركة شوية وقراراته بطيئة، وحتة برضك التسليم والتسلم مش أحسن حاجة. حتى لما بيعمل كرة كروس لزميل مع الضغط ما بتجيش مظبوطة. إلا إن الونش كان هادي في الشوط الأولاني وكان كويس جدا وبساطته معقولة. الزمالك كان بيلعب إن هو يحاول يعدي الخنقة بتاعة دفاعات سيراميكا كليوباترا، بحيث لو هو عدى من الضغط العالي اللي هو بيعملها دوت هيكون في الوقت دوت في ثغرة في دفاعات سيراميكا كليوباترا، لأن سيراميكا كليوباترا بيضغط بخمس ست لعيبة في يعتبر في نص ملعب نادي الزمالك، وبالتالي بقى في أربعة بس ورا الزمالك. لو كان عنده سرعات وفي تفاهم وتجانس أكتر من كده كان الزمالك ممكن يعمل كور خطيرة. بالنسبة لطريقة لعب سيراميكا كليوباترا، سيراميكا كليوباترا بيلعب على كرة واحدة بيلعبها، هو بيلعبها بالنسبة إن هو بيحضر من تحت، هو ما بيلجاش للتشتيت خالص. وده طبعا بيرجع لأن هو اللعيبة حافظين بعض تماما، اللي هي لعيبة سيراميكا كليوباترا بيلعبوا على الأرض كرة مظبوطة، ما فيش حتى لو في ضغط من لعيبة نادي الزمالك بيطلعوا الكرة مظبوطة. بالنسبة بعد كده يا جماعة، هم بيهجموا ازاي على دفاعات نادي الزمالك. هم بيحاولوا يجمعوا اللعب من منطقة جزائهم، بيلعبوا وبتملي بيرحلوا الكرة بتتلعب يمة الشمال اللي هي اليمة اللي فيها عمر جابر، بيبتدوا يلعبوا تملي الكور في يمة الشمال يمة عمر جابر. طبعا الزمالك بيضغط في اليمة ديت، بيبص تلاقيهم يلعبوا الكرة لنص ملعب نادي الزمالك ويطوحوا الكرة بيلعبوها في اليمة اللي ورا بن تايك وشيكو بنزا، بحيث ان هي مصدر خطوره لهم طوال الشوط الاولاني في الحته ديت. لما الزمالك بيكون ضغط على منطقه جزائهم بيبتدوا يلعبوا كور طوليه، بردك بيلعبوا كور في الجناحات، او بردك بيلعبوا يمه الجناح اللي هو الشمال بتاعهم اللي فيه عمر جابر، او بيلعبوا في نص الملعب على السرد باكين حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش. سيراميكا كليوباترا تقريبا بيلعب بالطريقه ديت طوال الشوط الاولاني. بالنسبه يا جماعه للفرص الخطيرة، سيراميكا كليوباترا سنحت له فرص خطيرة في بداية اللقاء اللي هي كرة فخر اللقاء، ودي كانت مثال اللي احنا اتكلمنا عليه ان هما بيجمعوا اللعب في الشمال وتتلعب كرة يمة اليمين.
عشان اليمة دي بتكون مفتوحة شوية. فابتدى اتلعبت الكرة لفخر اللقاي في اليمة اليمين، عمل 1 2 مع زميله، دخل على صبحي حط الكرة، صبحي حاول يقفل عليه، اتلعبت الكرة جت في القايم اليمين لنادي الزمالك. طبعا كان هدف محقق. الزمالك برضك جاله فرصتين خطيرتين جدا. الكرة الأولانية كرة آه، الكرة الأولانية بتاعة محمد شحاتة اللي هي كانت لعبة ملعوبة من كورنر، اتلعبت من عبد الله السعيد. محمد شحاتة الكرة عدت من كل المدافعين والمهاجمين بتوع الزمالك كمان، اتلعبت لمحمد شحاتة، خدها على صدره وخدها فيرست تايم. طبعا عمرو السولية بحكم خبراته الكبيرة عمل يعني فرض نفسه على قصاد الكرة بحيث ان هي كانت خلاص هدف محقق، وجت الكرة في رجله وطلعت ضربة ركنية نادي الزمالك. في كرة تانية بتاعت محمد شحاتة اللي هي بتاعت ناصر ماهر اللي هي اتلعبت على الدايرة، اتلعبت له برضك، استلم الكرة كويس ولف 180 درجة، حط الكرة جت من جنب القائم الشمال لسيراميكا كليوباترا. دول أكتر فرصتين كانوا في الشوط الأولاني، وبالنتيجة اللي هي السلبية 0-0 انتهى الشوط الأولاني بتعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا. بدأ الشوط الثاني يا جماعة، لعبة نادي الزمالك نزلوا طبعا في تعليمات من يانيك فيريرا بالضغط على سيراميكا كليوباترا. لعبة نادي الزمالك ضغطوا في أول 10 دقايق وكان شكل الزمالك أحسن في الوقت دوت. بعدها على طول بعد ربع ساعة ابتدى سيراميكا كليوباترا يباغت نادي الزمالك برضك بالهجمات. في الوقت ده ابتدى نادي الزمالك يرتد ويلعب على الكرات المرتدة. الزمالك عمل تغييرات، كبش التغييرات كده بعد الوقت دوت، شال الجناحين وجاب ناصر ماهر من الجناح اليمين حطه في نص الملعب مكان عبد الله السعيد اللي طلع، وفي اليمة التانية طلع شيكو بنزا ونزل ادم قايد، وجه في نص الملعب نزل سيف فاروق جعفر. ابتدى يعمل تغييرات كتيرة في النص والجناحين. ابتدى الزمالك يلعب على الهجمة المرتدة. كان هدف يانيك فيريرا من التغييرات ديت ان هو يلعب على المرتدات بحيث ان اللعيبه اللي نازله عندها سرعات وعندها باور اكتر من اللعيبه اللي هي طلعت. الزمالك يلعب على المرتده، بقى شكل الزمالك احسن في المرتدات. نيجي بقى نتكلم يا جماعه عن اهم كورتين في ثلاث حاجات هنتكلم عليهم في الشوط الثاني. اول حاجه الهدف الاولاني طبعا كان جاي من الجناح اليمين، كان عبد الحميد معالي، الكره اتلعبت من ورا دفاعات سيراميكا كليوباترا، اتلعبت دخلت للعمق، اتلعبت ترد التاني من سيف الدين الجزيري لنص الملعب. سيف الدين الجزيري لعبها لليمة الشمال لادم كايد اللي كان واقف لوحده. ادم كايد لعب الكوره موه ان هو هيعدل لجوه وابتدى لعبها لناصر ماهر. ناصر ماهر طبعا كان دخل منطقه الجزاء، استلم الكرة وعدلها وشاط كرة قوية جدا. طبعا بسام ما عرفش يشوف اصلا الكرة لان الكرة كانت بمنتهى القوة وكانت قريبة من ايده كمان بس هو ما لحقهاش. ده كان الهدف الاولاني لنادي الزمالك. اللقطة التانية يا جماعة لقطة الهدف العالمي اللي احرزه اللاعب محمد شحاتة، كان طبعا في الوقت الضايع. الكرة طبعا اتقطعت من محمد شحاتة في اليمة الشمال، قطعها وعدى من اللاعب ومن على خط السنتر نص الملعب لقى بسام متقدم، لعب الكرة طولية قوية جدا من فوق بسام، أحرز الهدف الثاني لنادي الزمالك وده كان في الوقت الضايع وكان كفيل إن الزمالك يكسب المباراة لأن خلاص كانوا هدفين عمر ما سيراميكا كليوباترا هتقدر تعوض الفرق ده. الحاجة التالتة يا جماعة احنا بنشكر بقى الحكم البنا بصراحة. انا بصراحه يعني مش يعني هو لولا ان البنا حسب 8 دقايق ولا 9 دقايق اللي هو حسبهم في الشوط الثاني كان هيحرمنا من الهدف الجميل بتاع محمد شحاته ده. لان انا بصراحه مش شايف في الشوط الثاني ان في 8 9 دقايق وقت ضايع خالص. ولو كانت النتيجه اصلا 0-0 هو كان هيحسب 8 دقايق ولا 9 ده هم كان هيحسب دقيقتين عشان الماتش يطلع كده. انما هو حسب 8 دقايق او 9 دقايق ظنا منه ان الزمالك ممكن يجي في جون وسيراميكا يتعادل. والحمد لله ربنا يعني اكبر من الكل والزمالك جاب جون في الوقت الضايع. الف مبروك لنادي الزمالك، اول 3 نقاط في الدوري فوز على سيراميكا كليوباترا، والف مبروك لجماهير نادي الزمالك. وده كان تحليل بسيط لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المباراة الأولى. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.